السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح نعرفكم على أبشع وأخبث وأسوأ 5 طرق التعذيب اللي فعلا من تسمع بهن راح يقشعر بدنك. طرق كانوا يستعملون بالعصور الوسطى اللي هن يعتبرن من أبشع وأخبث الطرق اللي أبد ما بهن ذرة رحمة ولا إنسانية. أهلا وسهلا بكم، أنا حسين، وأتمنى من عندكم تحطوا لي لايك واشتراك فضلا من عندكم دعما إلي. يلا ننطلق بأول طريقة. أكيد كلكم لحد الآن مار بيكم حالة إنه شوية من جد أظفركم هنا تشلعونه شوية وتجرونه ويكمل يطلع هواية، صح يا لا؟ أنت بس تخيل هاي الحالة يجروها على كل الجسم، بحيث يقعدون ساعات لازم سشاشين صغار يقعدون على جسم واحد ويقعدون يقشرون بيه طول الوقت بس يبقى راسه. شنو هالظلم الخاطر الله؟ هاي الطريقة كانت تستعمل ب 883 سنة قبل الميلاد. هذول المجرمين بعد ما يخلصون الشغل مالتهم عندهم كانوا طريقتين. الطريقة الأولى كانوا ياخذونه ويحطونه بجدر أو قدر مغلي من الماء الحار أو الدهن الحار ويبقونه هناك لين ما ينطبخ. الله ينتقم من عندهم. شنو هاي؟ والطريقة الآخر اللي عندهم ياخذون الشخص المقشر ويحطوه تحت أشعة الشمس لين ما جلده يصير مثل الحزام. انت بس تخيل. وتعرف لما يصير الجلد مثل الحزام يصير اسهل الخلع ماله والشلع ماله، يقعدون يشلعونه من جديد. ننتقل للطريقة الثانية اللي هي فعلا طريقة من واحد يفكر بيها ما يعرف شي يفكر على عقل المخترع مال هاي الآلة. تخيل انت بقرة نحاسية يحطون الانسان المتهم او الشخص اللي يردون يعذبونه ببطن هاي البقرة النحاسية ويشعلون جواها، وهذا الشخص يبدي بالداخل يحترق. اما النقطة العجيبة بهذا الشيء انه الشخص لما يحترق بهاي الآلة الصراخ ماله من يطلع بشكل صوت بقرة عن طريق فد ميكانيكية بداخل البقرة اللي تحول الصوت من يطلع من فم البقرة. ومو بس هالشيء، حتى ريحة الانسان اللي يشتوي من الداخل حاطين بهارات ببطن البقرة حتى يتغير الريحة ويطلع ريحة عطور وهاي السوالف. تتخيل شنو من عقل عنده هذا المخترع؟ يعني ختم الأمراض النفسية بالفعل. وحتى اكو قصة بهاي الخصوص انه مخترع هاي الآلة انه لأول مرة من عرضها الملك ذاك الوقت او الحاكم حتى يجرب الآلة جربها على شخص المخترع، يعني أول ضحية كان هو المخترع نفسه. تخيل. بس ما أعرف إذا فعلا هاي القصة حقيقية أو لا. سننتقل للطريقة الثالثة اللي هي العذراء الحديدية. أنتوا كلكم كنتوا أطفال تتذكرون هاللقطة مال توم وجيري؟ بالضبط نفسها. آلة عبارة عن تابوت على شكل عذراء أو على شكل امرأة، بحيث يحطون المتهم والضحية بداخلها، وهاي التابوت يكون بيه ثقوب هواي ويبدون يدخلون المسامير أو سكاكين داخل وخارج. صدق طريقة مؤذية. تخيل نفسك بمكان الشخص. هسه نروح للطريقة الرابعة اللي فعلا تحير شوية، اللي هي التعذيب بالأبيض. شلون هاي؟ ياخذون الضحية أو الشخص أي واحد اللي كان يردون يعذبونه يدخلونه بمكان مثل بيت أو الصالة أو أي شيء، كل شيء يكون بالأبيض، كل الغراض بالأبيض، بحيث عين الإنسان هناك ما تشوف غير البياض. هاي الطريقة بعض الناس تعتبرها هي أبشع طريقة تعذيب نفسي بالعالم، بحيث حتى تخليه يفقد ذاكرته أو حتى ينعمي بعد يومين. اللي نتيجة هذا التعذيب هو الإنسان بعد 2 أو 3 بالأكثر يبدي يضرب بنفسه، ينعمي، وبالأخير ينتحر بسبب الاختلال اللي صار بعقله. ننتقل للطريقة الخامسة والأخيرة، بريكينج ويل أو عجلة التكسير. هاي الطريقة تعتبر من ألأم الطرق الموجودة. هاي الطريقة كانوا يستعملوها باليونان القديم تقريبا من عام 500 إلى 1400 ميلادي. يقال أنها كانت عجلة يربطون الشخص بها بهاي الطريقة. يبدون هذول الأشخاص المعذبين يكسرون بعض جسمه يلا ما الجسم يخرج عن تقويمه، بحيث ما يبقى منه إلا أعضاء ممرودة ومكسرة وملتوية. وبعدين هذول الأشخاص المعذبين ياخذون الشخص هو العجلة مالته ويدحرجوه قدام عيون الناس لين ما بالطريق هو يوقع وحده. أو لهم طريقة ثانية
بحيث يخلون الشخص هو عجلته على العمود ويعلقونه فوق بالارتفاع جوا أشعة الشمس أيام قبل ما يموت. أو ممكن بعد هو عجلته أيضا ياخذونه ويحطونه جوا النار ويقلبونه مثل الدجاجة والعياذ بالله لعنة الله عليهم. شنو كان التفكير ذاك الزمان، بحيث الناس أيضا الجماهير واقفة وتشاهد هالأشياء وما حد ما يحكي وكلها عادي إلهم السالفة، والناس إلهم طبيعي هالشي والجماهير إلها طبيعي هالشي، وحتى ممكن يهوسون يهتفون عليهم. ولهنا وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى عجبتكم وما ضجتوا من الكلام وما تنرفزتوا هواي من الكلام، وحتى إذا تنرفزت أو تنرفزتي فعلا إلش الحق، لأن أي إنسان إذا عنده شوية مروءة ورحمة بقلبه ما يفكر حتى يجرب هاي الأشياء على الحيوانات، فما أذى إنسان. ديروا بالكم على نفسكم ومع السلامة.